تخيل كده لو عندك بلورة سحرية بتقدر من خلالها إنك تنتقل لأي مكان في العالم في نفس اللحظة وتحقق لك كل أمانيك اللي بتتمناها، كنت هتعمل بيها إيه؟ وده اللي هنشوفه في موضوع فيلم النهاردة. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا نبدأ. فيلمنا بيبدأ مع عيلة جوه عربية ومعاهم جدتهم رايحة توصلهم لبيتهم الجديد، وواضح على الجدة إنها متضايقة ومش موافقة إنهم ينتقلوا لمدينة جديدة، بس ما بتقدرش تقنعهم إنهم يستنوا معاها. بنشوف أليكس واللي بيكون واضح عليه إنه مش حابب البيت الجديد. وبتتكون العيلة من ماري الأم وابنها أليكس وبنتها صوفيا، وأبوهم بيكون متوفي. بتنتقل العيلة لبيتهم الجديد مع احتفالات عيد الكريسماس، وبيتعصب عليهم أليكس وبيقول لهم إنه مش عايز يحتفل بعيد الميلاد وإن عمره ما هيبقى زي السنين اللي فاتت وإنه بيكرهه. وفي الوقت ده بيضرب جرس الباب، ولما بيفتح أليكس بيلاقي جيرانهم الجداد جايين يرحبوا بيهم، اللي بيكونوا سمعوا أليكس وهو بيتكلم ومستغربين جدا من كلامه. وبيكون سبب عصبية أليكس وكرهه لعيد الميلاد هو وفاة أبوه اللي مات في حادثة. بيفتكر أليكس آخر عيد ميلاد ليه مع أبوه وهو بيزين معاه الشجرة. تاني يوم بتاخد ماري ابنها وبنتها توصلهم عند جدهم علشان يقضوا معاه اليوم. جدهم بيكون عنده محل لبيع الهدايا، ولما بتوصل العيلة بيرحب بيهم الجد وبيكون مبسوط بوجودهم. وبيدخل المحل راجل وست علشان يشتروا الهدايا، وبتعجبهم بلورة موجودة في المحل على مكتب الجد وبيكونوا عايزين يشتروها، لكن الجد بيرفض برغم انهم عرضوا عليه اي مبلغ هو عايز يبيعها بيه. وبيستغرب أليكس من موقف الجد وليه رفض انه يبيع البلورة دي بأي تمن، رغم ان الناس عرضوا فيها مبلغ كبير ودي كانت فرصة بالنسبة له. بعد ما الناس بتمشي بياخد الجد البلورة وبيخبيها على رف في المحل، وبيدخل الجد علشان يعمل لهم حاجة يشربوها، بس أليكس بيدخل وراه وبيقول له انه يرتاح وهو اللي هيعمل لهم المشروبات. وبعد ما الجد بيخرج الفضول بياخد أليكس وبيمسك البلورة علشان يعرف ايه حكايتها. بيضغط أليكس على الزرار الموجود في البلورة وبتنقله في نفس اللحظة لمدينة تانية. يفضل أليكس يضغط على الزرار وفي كل مرة بتنقله البلورة لمكان تاني خالص، لحد ما في مرة فيهم بتنقله جوه البحر وكان هيغرق لولا انه لحق نفسه وداس على الزرار تاني. وبيلاقي أليكس نفسه في بيت وفي أصوات بيسمعها من جوه الحيطة، وبيكون ده بيت سانتا كلوز. وبيضغط أليكس تاني على الزرار وفي المرة دي بيرجع لمحل جده. وفي الوقت ده بيشوفوا الجد والبلورة في إيده، وبيعرف الجد إن أليكس استخدم البلورة التلجية. بيسأل أليكس جده إذا كان هو سانتا كلوز وبيقول له جده أيوه، بس بيطلب منه إنه يخلي الموضوع ده سر ما بينهم وما يقولش لحد. بيقع الجد من على سلم في المحل وبينقلوه للمستشفى، وبيتصلوا بالأم اللي بتكون في شغلها وبتضطر إنها تسيب كل حاجة وتجري على المستشفى. وبيحاول الجد انه يفك الاجهزه اللي في جسمه، بينادي على اليكس وبيطلب منه انه يجيب له البلوره التلجيه بسرعه. ولما بيروح اليكس على البيت مع امه بيسيبها وبيخرج تاني من البيت من غير ما تاخد بالها. بيروح على المستشفى علشان يطمن على جده، وبيتفاجئ اليكس لما بيدخل اوضه جده وما بيلاقيهوش، ولما بيدور عليه بيلاقيه على السلم بينزل بالراحه علشان يخرج من المستشفى من غير ما الدكاتره تشوفه. بيستغرب الجد لما بيلاقي اليكس راجع تاني رغم انه روح مع امه، وبيقول له اليكس انه بيحبه لان دي كانت وصيه ابوه انه لازم يفضل قريب منه. وتاني يوم بتروح الأم وبتخرج الجد من المستشفى بتوديه على المحل، وبتسيب أليكس معاه علشان ياخد باله منه. أول ما ميري بتمشي بيشغل أليكس البلورة التلجية وبينتقل مع جده لبيته التاني بيت سانتا كلوز، وبيعرفوا جده على الأقسام اللي بتساعده واللي بيجهزوا له كل الهدايا اللي بيوزعها. ياخد الجد أليكس للمكان اللي فيه الهدايا علشان يجهزها معاهم، وينبهر أليكس من المكان ومن كل الألعاب والهدايا اللي بيشوفها. نفس الوقت ده بتكون ميري في شغلها واللي بيكون في مصنع بسكويت. بتقول ميري لزمايلها انهم لازم يغيروا نوع البسكويت اللي بيعملوه لان الناس بطلت تشتريه، بس ما بتكونش عارفه هتعمل كده ازاي من ورا صاحبه المصنع اللي بتكرههم وبتعاملهم وحش. حتى رفضت انها تدوق نوع البسكويت الجديد لما عرضته عليها ميري. ده بترجع الام على محل الجد علشان تاخد اليكس ويروحوا على بيتهم، وبتتبسط الام لما بتلاحظ ان حاله ابنها النفسيه بدات تتغير. بتقول ميري لأليكس ان حياته لازم تستمر وانه مش لازم يحبس نفسه في ذكرياته القديمه مع ابوه وتتوقف الحياه عنده لحد كده. بيتضايق أليكس من كلام امه بيتعصب عليها وبيسيبها وبيمشي. وبالليل بيجي لميري زمايلها في المصنع علشان يتفقوا معاها على الخطه اللي هيعملوها علشان يبدلوا البسكويت اللي بيعملوه بنوع البسكويت الجديد. يدخل أليكس علشان ينام وبيلاقي اخته صوفيا دخلت تنام جنبه لانها بتكون مستنيه الهديه بتاعتها من سانتا كلوز. وبعد ما بتنام صوفيا بيوصل الجد وبياخد أليكس معاه علشان يروحوا يوزعوا الهدايا، وبيقدر الجد وأليكس انهم يوزعوا الهدايا اللي معاهم بسرعة. والجميل في الموضوع انه كمان قدروا يخوفوا الحرامية ويبعدوهم عن سرقة البيوت. بعدها بيرجع الجد وأليكس على بيت سانتا كلوز، وبيلاحظ أليكس ان في دور تاني تحت الارض غير الدور اللي كانت فيه الهدايا، وبيكون أليكس عنده فضول انه ينزل الدور اللي تحت ويعرف ايه اللي فيه، لكن جده بيقوله ان ما فيهوش حاجة مهمة وانها مجرد كراكيب. ميقتنعش أليكس بكلام جده وبيعرف انه مش عايزه يشوف اللي موجود في الدور ده. بعدها بتروح ميري على شغلها وبيبدأوا إنهم يعملوا البسكويت الجديد الملون من غير ما صاحبة المصنع تاخد بالها. وفي الوقت ده بيكون أليكس عند جده، بيكون متضايق ومضطرب نفسيا وبيرفض إنه يكمل توزيع الهدايا مع جده.
ده بيرجع أليكس على البيت وبيتصل بجدته بيشتكي لها من أمه، وبعد ما بيخلص معاها بيدخل على اوضته، وهناك بيلاقي واحدة من الأقزام جاية تستنجد بيه وبتقوله إن جده وقع على الأرض ومش قادر يتحرك، وإنه مش هيقدر يكمل توزيع الهدايا وبكده مش هيبقى فيه عيد ميلاد السنة دي. يروح أليكس معاها بسرعة على جده علشان يطمن عليه، وبيقول لجده إن هو اللي هيوزع هدايا الكريسماس السنة دي وهينقذ عيد الميلاد. الوقت ده بتكون ميري في شغلها في المصنع، وبتكون صاحبة المصنع شافت كمية البسكويت الملون الجديد اللي عملوه وخطتهم بتكون اتكشفت. بس صاحبة المصنع ما بتكونش عارفة مين اللي اشترك في الخطة دي وعمل كده. بيجي لميري تليفون وبتخرج بسرعة من المصنع من غير ما تستأذن، وبتكون أمها اتصلت بيها وقالت لها إن أليكس مش موجود في البيت ولا عند جده. وفي الوقت ده بيكون أليكس بيوزع الهدايا وبيكون جده مبسوط منه جدا. وبتكون ميري خلاص انطردت من شغلها من مصنع البسكويت، وبيتضامنوا مع زمايلها وبيسيبوا الشغل هم كمان علشان يجبروا صاحبة المصنع إنها ترجعهم كلهم مع بعض. وفي نفس الوقت ده بيكون أليكس وزع الهدايا اللي معاه ورجع لبيت سانتا كلوز، وبيسمع جده وهو بيتكلم مع الأقزام وبيعرف إن هو اللي عمل الخطة دي علشان يخليه يكمل معاه. بعدها بيساهي أليكس جده وبيقرر إنه ينزل للدور اللي في البدروم، ولما بينزل أليكس للدور اللي تحت بيتفاجئ بوجود صور لكل عائلة سانتا كلوز اللي فاتوا، بيكون أبوه واحد منهم وكان بيوزع الهدايا. فاجئ أليكس من اللي شافه لأنه كان فاكر إن شخصية سانتا كلوز بتعيش للأبد، وبيعرفوا جده إن الكلام ده مش صحيح وإن كل واحد في عيلته كان بيسلم المهمة للي بعده. يديله جده جواب كان سايبهوله أبوه. ياخد أليكس جواب أبوه وبيرجع على البيت وهو متضايق بعد ما بيكون قال لجده إنه مش هيكمل المهمة دي بعدهم، وإنه ساعده بس المرة دي ومش هيعيش عمره كله يوزع الهدايا كل سنة. وفي الوقت ده بتكون ميري بتدور على أليكس ومش لاقياه. فجأة بتشوف ميري أليكس راجع قدامها وبتتخانق معاه وبتقول له إنه أناني وإنه مش بيفكر غير في نفسه، وبتتدخل واحدة جارتهم في الكلام وبتقول لأليكس إنه لازم يعتمد على نفسه لأنه ما بقاش صغير، وبتقول له أمه إنه بسببه فقدت شغلها لما سابته بسرعة ومشيت علشان تدور عليه. وبتشوف جارته الجواب اللي معاه وبتعرف إنه مش عايز يقراه لأنه مش مقتنع إنه خسر أبوه للأبد. وبيقول لها أليكس إن هي مش حاسة بيه لأنها عايشة مع أبوها. فجأة بترفع البنت رجلها وبيكتشف أليكس إنها مركبة طرف صناعي، وبتقول لأليكس إنها خسرت رجلها في حادثة وكان حلم حياتها إنها تكون راقصة باليه، وإن في حاجات كتير اتغيرت معاها بعد الحادثة، بس مش لازم إن الحياة تقف لحد كده. بعدها بتجيله أمه وبتقعد معاه وبتصالحه وبتقوله إنها بتحبه وخايفة عليه. وبيفتح أليكس جواب أبوه بيقوله فيه إنه كان بيحبه وبيوصيه إنه يكمل مع جده. وبسبب كلام أبوه بيقرر أليكس إنه يتغير وبيرجع على جده بسرعة وهو مبسوط. بيوزع الهدايا اللي باقية لوحده. لا ومش بس كده، لا ده كمان بيروح على مصنع البسكويت وبياخد من البسكوت الجديد الملون اللي أمه أنتجته وبيوصله لدول كتير منها الولايات المتحدة. وفي اليوم التاني بتتفاجئ صاحبة المصنع إن بيجيلها طلبيات كتير من البسكوت الجديد، وبتروح بسرعة على بيت ميري وبتطلب منها إنها لازم ترجع الشغل وإنهم عندهم طلبيات كتير لازم يخلصوها. وبتوافق كل العمال إنهم يرجعوا شغلهم تاني في المصنع علشان يساعدوا ميري. وبينجح أليكس إنه يوزع كل الهدايا اللي معاه في الوقت المناسب. بعدها بترجع أمه على البيت وبتلاقيه مع جده زي شجرة الكريسماس. وبتتفاجئ ميري لما بتنقل إن ابنها اتغير لأنه كان رافض للاحتفال بعيد الميلاد. تجمع العيلة كلها في جو عائلي مليان بالحب معشوش من زمان. نعرف إن الحياة مش لازم تقف عند حد معين حتى وإن فقدنا شخص عزيز علينا، وإن الحياة لازم تستمر. ولحد هنا بينتهي ملخص فيلمنا. ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ونشوفكم الملخص الجاي.